إدارة مولودية الجزائر ترمي بثقلها للظفر بصفقة بلايلي. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة. كشفت تقارير إعلامية عديدة بأن نادي مولودية الجزائر يخطط للتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب ذات المصادر، فإن إدارة العميد قد اقترحت على بلايلي مبلغا ماليا محترما وعديد المزايا من أجل الانضمام للفريق. ويتواجد بلايلي حاليا بدون نادي بعد نهاية عقده مع نادي أجاكسيو الذي لعب له في النصف الثاني من الموسم الماضي. ويمل فريق المولودية لا انتداب المزيد من لاعبي المنتخب الوطني لا سيما بعد حسمه لصفقة المدافع بن العمري. وجدير بالذكر أن بلايلي مطلوب في العديد من الأندية المحلية العربية والأوروبية وأبرزها الترجي الرياضي التونسي وطرابزون سبورت التركي. وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية مصرية بأن لاعب نادي مولودية الجزائر أيوب عبد اللاوي يتواجد في مفاوضات متقدمة مع نادي الزمالك المصري للالتحاق به خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية. وأكد الإعلامي إبراهيم فيق خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه جمهور الثالثة بأن لاعب سوستار السابق يتواجد ضمن قائمة مصغرة للأسماء المرشحة لتدعيم صفوف النادي المصري. وقال: الزمالك يرغب في إبرام صفقات قوية استعدادا لمنافسات البطولة العربية. وختم: هناك لاعب أجنبي معروض على الزمالك وأسوري وهو أيوب عبد اللاوي لاعب مولودية الجزائر. وحسب الصحافة المصرية فإن المفاوضات بين عبد اللاوي وإدارة الزمالك قد بلغت أشواطا متقدمة في انتظار قرار إدارة النادي العاصمي. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة.